يا صباح الخير يا صباح الفل. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله انا هعمل القلقاس المصري بالكزبره الخضراء. اكله شتويه جميله جدا وبتدفي ومفيده، ومفيش حد تقريبا ما بيحبهاش، وطعمها بيبقى في منتهى اللذاذه. اول حاجه علشان نعمل الخضار الحلو ده لازم يكون عندنا شوربه حلوه. فانا دلوقتي هجهز شوربه لحمه. انا لما بحب اسلق لحمه بحب الاول ان انا احط معلقتين سمنه واقدحهم كويس قوي، اقدحهم يعني اسخنهم كويس قوي، وبعدين انزل عليها بعد ما تسخن باللحمه. افضل بقى كده احط اللحمه واديها الاول صدمه من على الجنبين، وبعد ما انزل بالكميه بتاعتي كلها اديها تقليبه. وطبعا بكون مجهزه جنبي التوابل بتاعه الشوربه اللي هي ورق لورا، حبهان، ملح، فلفل اسود، وكمان بحب احط لها شويه سكر. السكر بيساعد على ان اللحمه تستوي بسرعه وما بيبقاش ليه طعم خالص في الاكل. بعد بقى ما حطيت السكر بنزل برشة ملح حلوة كده عليها، معلقة كده كبيرة طبعا على حسب الكمية اللي انتي بتعمليها. وبعدها بنزل بشوية فلفل اسود، وطبعا حبهان، ورق لورا. دي التوابل اللي انا بحطها على الشوربة. وببقى مسخنة جنبي مية. بعد ما الاقي خلاص اللحمة اتشوحت من على الجنبين واتحمرت كويس قوي، بروح نازلة بالمية المغلية دي عليها. الطريقة بقى دي تضمني بيها شوربة لحمة حلوة، لان طبيعي شوربة اللحمة ما بتبقاش تقيلة قوي، ما بتبقاش دسمة قوي. فالطريقة دي بتطلع لك شوربة حلوة طعمها لذيذ، وبرضو الى حد ما تقدري تستخدميها في طبخ اي خضار عندك تديكي نتيجة كويسة. بس هبتدي بقى اقلب بقى كده اللحمة في التوابل اللي انا حطيتها دي. بصي بقى لونها بقى عامل ازاي، هو ده بقى اللون بتاعها. نزلت بقى عليها هنا بالميه المغليه بتاعتي، وهبتدي بقى اديها تقليبه. وطبعا زودت عليها بصلايه وخلاص، وهغطيها وهسيب بقى اللحمه تستوي. هسيب اللحمه تستوي براحتها على ما اجهز القلقاس بتاعي. انا جايبه هنا قلقاس، وانا بجيبه دايما حجمه صغير عشان اتمكن من ان انا اقدر امسكه واقدر اقشره واقطعه، ما يبقاش صعب عليا. لو هو كبير هيبقى صعب في ايدك انك تقشريه. القلقاس على فكره مش بغسله خالص، انا بس بجيب القشره. طبعا ده السلق، انا جبت مع القلقاس ربطه كبيره من السلق، وكمان جبت ربطتين من الكزبره الخضراء علشان يبقى القلقاس بتاعنا حلو وطعمه غني كده وجميل. طيب انا بقى بقشره بالقشره بتاعه البطاطس. القشره دي كويسه قوي، مش بتاخد كتير من لحم الثمره نفسها مع القشره، وبقدر ان انا اتحكم فيها اكتر من السكينه. بصراحه انا عن نفسي بحب استخدمها اكتر من السكينه. بعد ما بقشر القلقاس بجيب منديل مطبخ وابتدي ان انا امسحه كويس قوي، وخلاص هو بيبقى نضيف ومش محتاج ان هو يتغسل. لو غسلتيه هتلاقيه بيزفلط كده منك وهيبقى صعب قوي عليكي في التقطيع. بعد ما مسحته اتأكدت من نظافته، ابتديت ان انا اقطعه مكعبات صغيرة زي ما انتي شايفة كده. وهبتدي ان انا اقطف السلق، باخد بس الورق بتاع السلق وبغسله وبصفيه بالمية زي بالظبط ما بتعملي اي خضرة. بغسلها وبصفيها من المية، وبعدين بحطها في الخلاط مع ربع كوباية مية صغيرة او مع ربع كوباية شوربة صغيرة. هيلف بقى في الخلاط وتنزله. هي ربطة واحدة على كمية صغيرة كفاية قوي. هو لونه حلو وطعمه على فكرة مش ممرر، ولا طعمه هيبقى وحش في الاكل، بالعكس طعمه جميل جدا. هبتدي بقى ان انا اصفي السلق ده كويس قوي، وهاخد المية بتاعته اضيفها على الشوربة اللي انا حطيت فيها القلقاس. وطبعا التفل انا هحتفظ بيه عشان هحمره مع الكزبرة. هخلي بقى التفل على جنب دلوقتي.
وهبتدي ابص على بسم الله. الشوربه اللي انا خدتها، حطيت فيها القلقاس، نزلت عليهم بميه السلق، وحطيت له كمان طماطمايه علشان يستوي، وهسيبه بقى يستوي على مهله خالص. هوطي عليه النار وهسيبه يستوي. وبعد ما الاقي القلقاس ان هو استوى واشوفه كده بالمعلقه وبيتقطع معايا بسرعه، هبتدي ان انا اجهز على طول التقليه بتاعته. التقليه بقى بتاعته ان انا غسلت الكزبره وصفيتها وقطعتها، وجبت بقى الطاسه بتاعتي، حطيت فيها معلقه كبيره من السمنه، سمنه بقى بلدي، زبده اللي عندك، بس ما ينفعش بقى زيت خلاص في التقليه وفي الخضار والحاجات الحلوه دي ما ينفعش فيها بقى الزيت. فحطيت معلقه سمنه كبيره، وحطيت المعلقه اللي هي التفل اللي كان باقي، ما خدتش منه معلقه، انا خدت التفل كله اللي كان باقي من السلق، هو تقريبا كان معلقه كبيره، حطيته وزودته على الكزبره، وابتديت بقى ان انا احمر بقى فيها كده، احس ان هي خلاص بدات تدبل، هبتدي اضيف لها الثوم، معلقه كبيره كده من الثوم. هنا انا حسيت ان السمنه مش كفايه وان هي محتاجه دهون، فهزود لها معلقه سمنه كبيره. فانا كده استخدمت على ربطه السلق وربطتين الكزبره معلقتين كبار من السمنه. وبعد ما حسيت ان هي خلاص بدات تدبل، زودت عليها معلقه كبيره من الثوم، وهفضل اقلب بقى فيها لحد ما اسيح الثوم ده كله، والاقي الثوم بقى لونه ذهبي. مش هستنى لحد ما الثوم يتحمر ويتحرق مني علشان ما يبقاش طعمه مر، لا انا هستنى لحد ما يبقى الثوم قدامي ذهبي، وخلاص هتبقى هي برضو الكزبره والسلق اتحمروا ومش محتاجين اكتر من كده. وهبتدي بقى ان انا اضيف عليهم رشه كبيره من الملح ورشه كبيره من الكزبره الناشفه، عشان بقى التقليه بتاعتنا يبقى طعمها بقى حلو كده وتبقى ريحتها قويه. رشه كبيره من الملح ورشه كبيره من الكزبره الناشفه، ويبقى كده خلاص التقليه بتاعه القلقاس جهزت وبقت زي الفل. طبعا في الوقت ده كان خلاص القلقاس استوى وبقى طري، وانا شفته وعملت له اختبار بالمعلقه وبقى مش محتاج خلاص اي زياده كده. هي ما اسودتش على فكره، هو الفلاش اللي طفى هو بقى الفلاش. وخلاص ونزلت بقى عليها بالشوربه بتاعه القلقاس، وزي بالظبط الملوخيه هقلبها كويس قوي الشوربه كده بالتقليه، هروح منزلاها بقى على بقيه القلقاس اللي في الحل، وهسيبه بقى ياخد غلوة كله مع بعضه علشان ياخد من طعم التتبيلة كويس. وهطفي عليه النار، وكده خلاص الأكلة بتاعتنا جاهزة. جربوا بقى طريقة القلقاس دي، سهلة جدا ومن الحاجات اللي بتدفي ومغذية. وقولي رأيكم في الكومنتات، ولو دي أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا فيها علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. يلا قابلكم فيديوهات تانية كتير إن شاء الله. استنى طبعا اشوف تعليقاتكم. سلام.